المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. تصريف الأسماء المتصلة بسابقات ضمائر الملكية. زير قزغ شاغورة شبسابر زبت بغاتسما يازوجن. 1. التصريف في حالة المفرد والاسم في حالة النكرة. تسيئوش أبق سيتهيل كتابي وقامة خنجرك تيخاتة مزرعتنا. وجرس أبق سيتهيل كتابي وقامة خنجرك تيخاتة مزرعتنا. لجس أبق سيتهيل عن طريق كتابي وقامة عن طريق خنجرك تيخاتة عن طريق مزرعتنا. غونف أبق سيتهيلو كتابي الذي وقامو خنجرك الذي تيخاتو مزرعتنا التي. 2. التصريف في حالة الجمع والاسم في حالة التعريف. تسيئوش أبق سيتهيل خر كتبي وقام خر خناجرك تيخات خر مزارعنا. وجرس أبق سيتهيل خم كتبي وقام خم خناجرك تيخات خم مزارعنا. لجس أبق سيتهيل خمجة عن طريق كتبي وقام خمجة عن طريق خناجرك تيخات خمجة عن طريق مزارعنا. غونف أبق سيتهيل خو كتبي التي وقام خو خناجرك التي تيخات خو مزارعنا التي. تصريف الأسماء في حالة مرافقتها مع أسماء الإشارة. قزغ شاغورة سباب شكر زيغ سبقغات أخم يازوجن. تصريف الأسماء المصاحبة مع أسماء الإشارة م مو ها تكون دائما معرفة. أمثلة: مجالر مجالم مجالخر مجالخم. هذا الولد يأكل تفاحة. مجالم مأرسة يشخر. هؤلاء أولاد. مخر جالخ. أولئك يأكلون. موخر ماشخخ. ذلك الولد يأكل. موجالر ماشخ. أولئك الأولاد يلعبون. هاجالخر مجگوخ. نظر الولد إلى ذلك. جالر هاش يبلغ. الذي رمى الأشياء هنا لا يفهم. مش شزدزغم زيكيش اجرب. الأسماء وطرق تشكلها. قواتسخر غبسغ زرخ كرر. تتألف الأسماء في اللغة الشركسية من مجموعتين. 1. الأسماء غير المشتقة ذات الجذر الواحد، وهي تقابل ما يعرف بالأسماء الجامدة في اللغة العربية. مثال: ل لحم، بخ خشب، نساء عروس، بس ماء، ن عين، ون بيت، شابة جبل، ц اسم، شو ثور، ب أنف، شحا رأس، ц صوف. 2. الأسماء المشتقة ولها أشكال مختلفة وتتألف من عدة مجموعات، وهي كالتالي: 1. الأسماء المكونة من اتحاد جذور وتسمى بالكلمات المركبة، وهي مكونة من جذرين أو أكثر قد تصل إلى 5. وتسمى الأسماء المكونة من 3 جذور وأكثر بالأسماء ذات الاشتقاق المتكرر. 2. أسماء مشتقة ناتجة من اتصال اللواحق أو السوابق، ونميز الحالات التالية: 1. عن طريق السوابق. 2. عن طريق اللواحق. أسماء ناتجة من اتصال اللاحقة مع جذر الفعل. ب. أسماء ناتجة من اتصال اللاحقة مع الاسم. س. أسماء ناتجة من اتصال اللاحقة مع الصفة.
الاسم المتصل قد يكون جذرا واحدا أو أكثر، علما بأن اشتقاق الأسماء باستخدام اللواحق هو الغالب، بينما استخدام السوابق قليل جدا. 3. أسماء مصطلحات مؤلفة من تكرار للكلمة أو تكرار جزء منها وتوضع بينهما إشارة العارضة. 4. أسماء ناتجة من دمج جذر الاسم مع جذر الفعل. 5. أسماء ناتجة من دمج جذر الاسم مع جذر الصفة. 6. أسماء مشتقة عن طريق ما يسمى باللاحقة الوسطية. جوريدز. 1. الأسماء المشتقة، وتسمى أيضا بالكلمات المركبة، وهي مكونة من جذرين أو أكثر لأسماء. قوات أجشاء تبسيط ينحبة ززكا حكجة. جذر 1، جذر 2، جذر 3، جذر 4، جذر 5. الاسم المشتق: بس، شت، بسشت، بط، بس، وبس، لعاب. شحل، تشحل، ضرس. بس، بس، جاموس. وس، بس، وسبس، ندى. بس، ش، بسترش، حليب الجاموس. بخ، بجا، بخ أبجان، قحاطة خشبية لجمع الأعشاب. بخ، بجا، بخ أبجانات. سن القحاطة الخشبية.